يا طاهر تفضل قاعد كده لوحدك؟ بقى في حياتك شد حيلك. حيلي انقطع وهدان وسندي انكسر. الله يرحمك يا ابوي، وجوده جنبي كان مصبرني على حاجات كتير. حنيته كانت بتقويني على الشرور اللي حواليا. عندك حق، عندك حق. الأب ده نعمة كبيرة قوي، ما يحسش بيها غير اللي انحرم منيها زينا. احنا انحرمنا من حاجات كتير، بس كلكم ودينكم تاني. الله يصبرك. اسمعوا، انا حقابل عمي طاهر، رتب لي الموضوع. حاضر يا كبير. طاهر، انت مالك كده من يوم ما رجعت من بلدكم؟ حصلت حاجة؟ تشغلش بالك يا سيد الناس، دي كلها حاجات بسيطة. عاوزين تكبروا على قفاي وانا ساكت؟ والله ما كانش العشاء. هو انت كان حد عارف لك طريق جرة اياك؟ اديني جيت اقول لكم انه دياب البطاش لسه عايش ونفسه ما اتكتمش في الدنيا. ما عاش ولا كان اللي يكتم نفسك يا ود اخوي، بس انا عاتب عليك. عتبان علي فيه؟ ليه تنقل البضاعة من المخازن من غير ما تدينا خبر؟ نفسي ارد عليكم بعد ما بعتوا بضاعتي بدون ما تدوني خبر من مخازني. المهم فين بقية البضاعة دلوقتي؟ البضاعة دي حقي وورثي من ابويا واخويا. وافرض خدت البضاعة يا سيدي، تقدر تقول لي كده هتعمل بيها ايه وانت هربان من الحكومة؟ انما انت لو معانا هنسوقها لك، هنسوقها لك ونحولها لك فلوس صايلة كمان تسندك وقت ازمتك. برافو، برافو عليك يا تمام، بس على شرط. شرط ايه؟ تدوني حقي من البضاعة اللي بعتوها. وماله؟ حقك موجود، 50% من ثمن البيعة تاخدهم على داير مليم. 50% والبضاعة كلها ملكي. ونسيت تمن التسويق اياك. 50% ثمن التسويق؟ وهي سهلة يا دياب، دي مخاطرة واعرة قوي وانت عارف. ولولانا كانت بضاعتك في المخازن صدت من زمان. ده آخر كلام؟ ايوه ده اخر كلام يا دياب يا بطاش، ولو ما عجبكش روح دور على حد غيرنا يسوقها لك، بس خلي بالك لا يلهفها منيك وانت هربان من الحكومه ومش داري بحاجه. اعجل يا دياب وفكر في مصلحتك وارضى بنصيبك بدل ما تطولش حاجه. وما تنساش وضعك دلوقتي. لازم انت تعرف يا دياب انك هربان من حكم الاعدام وما انتش حر نفسك، يعني لو جزفت في لحظه ممكن ينقبض عليك وتخسر كل حاجه. ها قلت ايه؟ ماشي، يعني موافق؟ طاهر المصطهي حيكون حلقة الوصل بيني وبينكم، حيقول لكم على كل حاجة وتدوني حقي بعد كل عملية. يبقى اتفقنا يا ود اخوي. اتفقنا، اتفقنا يا عمي. هاني كلها كم ألف وجاي لك يا أطلي. جنرال، عايزك تقول لي ايه رايك في الصوره دي؟ ايه يا ابن الجنيه، ده شبه الخلق الناطق يعني. شبهك يعني مش انت؟ قول لي هذا دولار، هو انت تعرف ترسم اي حاجه واي حد كده؟ اه بعرف ارسم اي حاجه واي حد، بس على شرط يكون الحاجه اللي بحبها والبني ادم اللي بحبه. انا
صح؟ تصدق فنان انا برضه، خد بالك. تسلم ايدك يا حبيبي يا جنرال. ايه ده؟ ده مش قلت لك الحاجه اللي بحبها والبني ادم اللي بحبه. ولا وكبرت وبقيت شبه ابوك يا واد يا منصور. احلويت يا واد كده يا واد، ما تطلعش شبه امك. انا زعلانه منك يا منصور، مش تبقى شبه امك. ادخل. صباح الخير يا ام منصور. صباح الخير يا منصور. يسعد صباحك يا وداد. طاهر في المندرة تحت وعاوز يقابلك. طب خليكي مع منصور، اوعي تتشاجع عبات ما اجيلك. ها؟ صباح الخير يا ام منصور. يسعد صباحك يا طاهر، براوي عليك انك ما عوجتش عليا. هو نقدر ده؟ احنا عندنا حاجات يامه ولازم نوفيه. يا مسهل يا رب. بقول ايه، المفاتيح ها، روح انت وما تعوجش عليا. ايه دي؟ هو انت مش جاي معايا؟ مش هينفع، الواد منصور سخن هبابي ومش هينفع اسيبه واجي معاك. روح انت، الدار امان. يعني هو انت واثقه فيها للدرجه دي؟ طبعا يا طاهر، امال ايه؟ ده كفايه وقفتك معايا الفتره اللي فاتت، كانت وقفه راجل صح. خدامك يا ام الغالي. تعيش يا طاهر. طب انت مش عايزه مني اي خدمه؟ لا بس روح بسرعه وتعالى اديني المفاتيح، ها؟ وخلي بالك على نفسيك. كله على الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين؟ انت حسام الهلالي؟ ايوه انا حسام الهلالي. انت مين؟ انت ما تعرفنيش ولا عمرك شفتني قبل كده، لكن انا عارفاك كويس قوي، ومش ههدى ولا يهنالي بال غير لما اخد بطاري منيك. ايه ده اصلا؟ راسة انت وانا اعرفك؟ عمري شفتك قبل كده؟ عايز تعرف انا مين؟ انا حكمت. لا اله الا الله، حصل لنا الرعب يا ست حكمت. ممكن اعرف بقى حكمت مين؟ مرات دياب البطاش اللي قبضت عليه وقتلت ابوه واخوه، قتلت معاه اخوي المحروس وحركت قلبي عليه. انا قمت بواجبي. جوزك واهلك هم اللي غلطانين. بدل ما تيجي تلوميني يا ست حكمت، روحي لومي عليهم ان هم مشيوا غلط. عيشتك لغايه دلوك هي اللي غلط، بس انا هصحح الغلط دي وقريب قوي. الله 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 الله، ده انت جايه فارده قلوعك بقى وبتهدديني. لا انا جايه برد ناري واتشافى فيك لحد ما يقوني الاوان واخد بتاري منيك واريحهم في قبرهم. جوزك غدر بيا وضربني في ظهري، وانت بسلامتك جايه تهدديني النهارده. يا سلام، ده انتوا عيله بجحه بجاحه. واضح ان الخيانه والوساخه والجبن مقصلين في عيلتكم حتى النسوان. اسمعي يا ست انت، انا لما جيت اواجهكم جيت من وشكم، ما لفتش زي الحيه وجيت من ظهركم، علشان انا على حق وانتوا على باطل. قبل حكمت الزياره انتهت. عشرين 20 30 40 50. أنا أكيد بحلم. معقول؟ أنا بحتكم على 50,000 جنيه؟ أنا مش مصدق نفسي. الله يرحمك يابا، لو كنت شفت المبلغ ده كنت مت تاني. اتدفوا جنب بعضيكوا اتدفوا. ربنا يخلي لنا سي منصور الصغير اللي قدمه قدم السعد، وهيخلينا نعوم على وش الفتة. ولع لي يا زميلي. وماله؟ في مصلحة تقعد فيها معايا؟ اقعد؟ ما اقعدش ليه؟ ارغي.
المعلم ابو لغم بيصبح عليك وبيقول لك في واحد في زنزانتك عايزين نفسحه. وانا ايه المصلحه اللي هتعود عليا؟ 10,000 جند، نصهم في اول عمليه والنص التاني بعد ما تخلص. وده مين ده بقى اللي امه هتلبس عليه اسود بالصلاه على النبي؟ حسام الهلالي. لعله خير ان شاء الله. انت تعرفه ولا ايه؟ ايه اللي اعرفه؟ ده اعز اعدقائي. حلوه دي يا صاحبي. سلام. سلام. والله وقعت على حجر يا حضرة الصابر. توحشتك قوي 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 يا سي دياب. وانا كمان توحشتك. الله يرحمك يا ابوي، كان نفسه يشوف ولدي وهو راح ما شافش ولدي. حقك علي يا منصور، سامحني يا ولدي، سيبتك من غير لا ظهري ولا سند. ما تقلقش يا سي دياب، انا ظهره وسنده لحد ما ربنا يلم شملنا من تاني. جدها وجدود يا حاج. وعشان تعرف اني جدة انك اتجوزت مرة ب100 راجل، انا كلمت ابو لغم عشان ما يقتل ود الهلالي، ورحت له واتشمت فيه كمان. رحت لمين؟ ود الهلالي. ايه اللي خلاك تعملي كده؟ كيف تروحي لي وتخليه يعرف شكلك وفصلك ووصفك؟ غصب عني يا سي دياب، نار الطار كانت جايده جوايا، ما فشيتش غلي غير لما رحت له في حبسته واتشمت فيه كمان، وبعدين ما يعرف شكلي، ما هو ميت. اللي عملتيه ده اكبر غلط، وكفايه لحد كده. يعني ايه؟ يعني تطلع برا الموضوع، ده تاري وانا اللي كفيل اخده. واه، انت نسيت انه قتل محروس اخوي؟ يعني طار انا كمان ولا يمكن اهمل واصل؟ كفايه لحد كده. ووعاكي اسمع انك هوبتي ناحيته تاني، فاهمه ولا لا؟ فاهمه يا سيدي. الا بالحق انا جبت لك نصيبك من ايراد البضاعه. الله يرحم اللي راحوا، الكلاب ما كانوش يستجروا يعملوا كده قبل سابق. انسى يا سيدي. المهم، شفت الواد منصور؟ بيجي شبهك صح. انت تلاقيك بتحب 16 واحده عريان في وقت واحد، نصاب في الحب يعني. لا مش قوي يعني، بس في منهم اللي كنت بنصب عليهم وبحبهم في نفس الوقت. وسخ. عملت لك ايه انا؟ عملت لك ايه؟ حاطط نقرك من نقري ليه؟ انا لو عايز اذبحك دلوقتي هذبحك، بس انا مش وسخ زيك. ايه ده في ايه؟ انتوا الاتنين حبس انفرادي عشان تبطلوا تتخانقوا مع بعض. يلا خدوا، يلا يا باشا. هو خلاص مش عايز ولا كلمه. وادي يا سيدي الصندوق اللي اتفقنا عليه. تعيش يا ريس طاهر. شوف بضاعتك قبل ما تمشي. عيب يا ريس، الدار امان، ويعني انت هتروح فين؟ طيب يعني طالما الدار امان، فين فلوسك؟ وادي فلوسك اهي. تسلم وتعيش. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ألف سلامة. كده حلوت على الآخر. كل صندوق أبيعه أسلك منه حتتين سلاح وأبيعهم لحسابي، ولا من شاف ولا من دري.